ازيكم؟ عاملين ايه؟ كنت مأجز كده كام يوم، كنت محتاج اجازة خفيفة كده. دلوقتي رايح دوتس سبيس عشان اشتغل شوية واقابل شوية ناس، نقابل شوية ناس كرييتيف، يعني نحاول نعمل معاهم حاجة. اشوفكم هناك ان شاء الله. طيب انا كنت عايز اعمل حركة صايعة، ان انا اعمل ترانزيشن صايع كده ما بين المكتب اللي في البيت والمكتب اللي في السبيس. بس للاسف المايك اتكسر. هو لسه شغال يعني بيشتغل، بس اتكسر واتفصلت. الحمد لله. دي اللي بتركب على الكاميرا وبعد كده المايك بيركب فيها، ف اتقطمت. بحاول الاقي طريقة بقى اثبت بيها البتاع ده لحد لما الاقي طريقة اصلحه بيها، لو دي يعني لو. حل حقير. الراجل السايس بيقول لي انت عندك تصوير هنا ولا ايه؟ قلت له اه ان شاء الله. قال لي صحافة ولا؟ قلت له لا، يوتيوب. قال لي ده انا ولادي عارفيني باليوتيوب، كل شويه يوتيوب. قلت له طب خليهم يتابعوني بقى. رايح جايب ورقه وقلم عشان اكتب له احسن من مفيش. عاش، يلا بينا. اشوفكم هناك ان شاء الله. طبعا انتوا شفتوا ان المايك اتكسر، الحمد لله. بس قشطة، عرفت اصلحه. مبروك. قشطة، صباح الفل. عندي ميتنج سريع كده اخلصه واجي احكي لكم قصة. طولنا شوية في الميتنج وما إلى ذلك. بسم الله. ايه اللي حصل بقى امبارح؟ انا كنت ماشي بالعربية، وعربية ربع نقل جت كسرت عليا، باخد غرزة فراح ايه كسلي المراية، الوش بتاع المراية اتكسر. وطبعا ايه طار في الشارع وما لقيتوش. المهم انا طرت وراه، يعني فضلت طار وراه لحد ما جبته، وايه رحت كاسل عليه ومركنه على جنب. حركه كلاسيكيه يعني. اول ما نزل قلت له هات 200 جنيه. ليه ومش عارف ايه وبتاع. قلت له يعني ايه ليه؟ انت كسرت المرايه، هات 200 جنيه. انا ما كسرتش حاجه وانا ما شفتش حاجه وانا ما عملتش ومش عارف ايه. وكان معاه 2 تانيين برضو ايه نزلوا ايه يهوهوا شويه. قال لي انا مش مقتنع ان انا كسرت المرايه. المهم قعد بقى يخش في سكك غريبه ومش مقتنع ومش محسيتش ومش يعني كلام عجيب كده. ويقول لي لو كنت دخلت في المرايه كنت خدت الجنب كله. وقعد ايه يكلمني في فيزيكس كده، لو كان يبقى اذا مش عارف ايه، يعني شويه حوارات عجيبه. فقلت له بقول لك ايه، هتدفع ولا امشي؟ قال لي لا انا ما عملتش حاجه وامشي ومش عارف ايه. قلت له طيب اعرف ان انا لو مشيت انا هبقى مش مسامحك. انت اسمك ايه؟ قال لي اسمي احمد. قلت له يا احمد، قدام ربنا لما نيجي نقف قدامه كده يوم القيامه انا مش مسامحك وانا هدعي عليك. هو ما تهزش خالص، ما حسش باي حاجه لما قلت له كده، اللي هو وايه يعني ايه المشكله؟ مش فاهم. ما تدعي ولا تعمل ايه اللي هيحصل يعني؟ فانا من كتر استفزازي، انا ما بدعيش على حد تقريبا خالص يعني، من كتر استفزازي من استهتاره بربنا سبحانه وتعالى وبان هو ظلم حد وان في حساب. لا انا يعني انهلت عليه بالدعاء فعلا، يعني دعيت عليه بشده يعني، ومشيت طبعا يعني. وكنت يعني كنت متضايق، كنت حاسس ان انا مظلوم، كنت حاسس ان انا يعني اتظلمت وحقي محتاجة اشوفه. فكنت بدعي ان يا رب خد لي حقي، انتقم منه واشوف ده عشان تشفي صدري. فاللي حصل بقى حاجة عجيبة جدا. لا ما اتقلبش ولا مفيش حاجة حصلت يعني، بس اللي حصل حاجة عجيبة بيني وبين نفسي. انا حسيت ان
للحظه كده ان في سوء ادب مع ربنا في الحته دي، في حته ان انا دعيت ربنا. هي ما فيهاش مشكله انك تدعي ربنا ان انت ايه يشفي صدرك يعني، بس انا حسيت ان ايه، لا يا رب خد لي حقي منه، وعايز اشوف واتاكد ان ايه هو باظ واتقلب ومش عارف ايه. اللي هو لا، انت دعيت ربنا، سيب ربنا يدبر، سيب ربنا يحاسب، ما تتعداش حدودك في ان ايه، لا انا عايز اشوف كمان. لا يا رب اعمل اللي انت شايفه، انا بس ايه، انت امرتني ان انا لما اتظلم ادعي، فانا دعيت. وانت العربية حابب تقلبها، حابب تسامحه، ايا كان، انا مش فارق معايا، انا وكلتك امري. هو ده بقى ايه معنى حسبي الله ونعم الوكيل. انت لما تيجي تتعامل مع ربنا وتوكله، اللي هو ايه زي المحامي كده ولله المثل الاعلى، انت بتوكله امرك، انت بتثق في ان ايه ربنا هو ايه نعم الوكيل، يعني هو احسن وكيل. فانت المفروض بقى ايه ما تمشيش بقى ايه وراه وتقول ان لا انا محتاج اشوف ان ده بيتقلب، عشان برضو في احساس معين كده عندي لازم اشفيه. يعني هي بص فيها حنتفة مني، ويجوز انا ما كانش نيتي وحشه في ان انا عايز اشوف ان هو بيحصل له حاجه ومش عارف ايه، بس انا حاسس ان في ليفل كده معين ان لو حصل لك حاجه ظلم معين، خلاص اعرف ان حتى لو انت ما دعيتش، حتى لو ما دعيتش، ربنا خد لك حقك خلاص، مش هياخد حقك، خد لك حقك. ولو انت عملت حاجه في حد، اوعى تستهون بان انت هتتجاب، اوعى تستهون بكده، بالعكس انت حاول اصلا تأمن نفسك. يعني لو انت عملت حاجة في حد، كسرت على حد، كسرت حاجة لحد، عملت اي حاجة احتمال يبقى فيها ظلم حتى لو يعني من بعيد قوي، أمن نفسك جدا، يعني اللي هو قدم حاجة تعفيك تماما من الموضوع دوت، وتأكد ان الشخص ده مش زعلان منك ومسامحك. احنا النهارده قابلنا اسمه ايه هو؟ خالد مصطفى محمود اللي عامل نوت كورسز. يعني سبحان الله قدرا، يعني احنا قبل ما نروح المطعم كنت انا وحازم بنتكلم على الفيديو اللي هو اتعمل، كان في منه شويه سخريه كده من اسلوب محمود، مش عارف ليه، بس حاسس ان ايه يعني الماركتينج اصلا اي حد بيسوق اي حاجه في الدنيا طبيعي ان هو يستخدم اساليب مش ديسنت اول ذا واي، يعني فيها مثلا هزار شويه، فيها تريكي شويه، هو اللي بياكل في التسويق الترقعه دي. اللي حصل ان في حد استخدم الاسلوب ده وسخر منه يعني. سبحان الله ايه، قلت له ده هو فاتح اصلا المطعم اللي هو كبده وشاورما، او هو ده اللي فتح الموضوع، هو اللي عمل. فروحنا هناك عشان نجيب سندوتشات، اتفاجئنا ان هو اللي واقف على الجريل بتاعت الشاورما، كان واقف شغال كويس جدا وديديكيتد جدا. ايه هسميها لايف اوف باي، جامده جدا. تخيل دي ب 12 جنيه، وبتاعت سيلانترو المقرحه باشا عايزه واحده 17 جنيه. باشا عايزه واحده الدقايق دي بفلوس يعني. طيب فلقيناه واقف، هو واقف على الجريل وقاعد بيقطع الشاورما وبيعمل سندوتشات للناس. هتلاقوا حتى في الفيديو ايه حازم مصور معاه وواقف. يعني انا افتكرت نفسي كده ايه، وانا مثلا ايه شغل عايز اطلعه بسرعه، وانا اللي بكوي وانا اللي بكيس وانا اللي بعمل وبتاع. فقد ايه ممكن واحد يكون حلمه هو بيصدق فيه قوي وبيحارب عشانه وشغال عشانه، ويجي واحد زي حسام. احنا هنا في المحل الجديد اللي اسمه كبده اسمه كبده وايه؟ كبده وشاورما. كنتش عايز اعمل اعلان قوي، بس اضطريت افتح الكاميرا لسبب يعني مهم جدا، انا ما كنتش اعرفه السبب ده لحد لما شفت اللي ورايا بتاع نوت كورسز. هو صاحب المكان وبيشتغل بايده، فانا مضطر اعرف هو ليه بيشتغل بايده. اهلا بيك. اهلا بيك. شوف اديني اصلا، انا عايز اعرف انت شغال بايدك ليه؟ انا بصور، ما عندكش مشكله صح؟ الله يبارك فيك. لا خالص انا بعمل فلوج على اليوتيوب الله يبارك فيك حبيبي. اهلا بيك حبيبي. فحابب اعرف ليه اللي عندك محل ملابس؟ ايوه استغرب فعلا؟ اهلا بيك. الله يكرمك. الله يبارك فيك. شفت الكامبين من اسبوعين تقريبا او 10 ايام، انبسطت جدا. الله يكرمك. ارتحت جدا. ربنا يوفقك يا رب. انا شغال بايدي عشان خاطر ده مطعم المفروض هو مع 500 شريك، وانا عاوز اوصل لحاجه معينه. فالصناعيه اللي في مصر الشاورما مش مسقفني، مش فاهمين، بقى 20 سنه بتعلم غلط.
اللي في دماغي انا عايز اطلعه في دماغي مش عارف اطلعه. جبنا اكتر من صنايعي فما ينفعش فمشيناهم، وانا بشتغل بايدي دلوقتي عايز اظبط حاجه معينه. اول ما اظبطها واعمل سيستم هجيب بقى الصنايعي اقول له اعمل ده بالظبط. حلو. طب انت ما عندكش حد سوري ليه يشيل الليله دي؟ جبنا ناس سوريين برضو ما والله فعلا؟ بص اقوى ناس في مصر هم في ثلاث محلات. سمسمه، سمسمه، ابو عمار وابو حيدر. الناس دي اللي ماشيهم مش الصناعيه اللي جوه، اللي ماشيهم اللي حط السيستم ليه. غير ما انا بفتح نفس البراند ده في امريكا ان شاء الله، فلازم احس بالمنتج يعني. نايس، حلو جدا، ممتاز. بس انا مش صناعي، بس هو الفكره ان انا عندي انا فاهم طبعا، انا يعني فاهمك. انا مش بعرف اقص على فكره. ايوه لا ما انا بعدي اي كلام. بص احنا يعني دلوقتي الكبده السجق عندنا احسن كبده سجق في مصر فعلا. خلصنا اكل نوت باد صديقي، ربنا يبارك لك وان شاء الله نشوفك على خير. حلو الله جميل فعلا حبيبي. عاد سلام، نورتنا وشرفتنا. الله يبارك فيك، نشوفك على خير ان شاء الله. عاد سلام حبيبي. خاسس ولا ايه؟ لا ولا مقصر دقنك؟ رياضه لا بتهيألي دقنك مقصره شويه. انا مش شايلها خالص. يلا يا ابني عشان مش يلا ولا ايه؟ مش يلا ولا ايه؟ مش يلا ولا ايه؟ ممكن نعمل برضه ما تهبط شويه، بتطلع ديل دلوقتي يا عم مش ثواني يا عم، مش بنشوف العلاقات ماشيه ولا ايه؟ يا ابني هبات بره النهارده، هاجي ابات معاك انت وصاحبك. لا بلاش، مش هتزعل. القعده مش حلوه. ازيك يا صاحبي؟ ده حقيقي. هو لونه احمر ليه؟ هو كان زنجي ولا ايه؟ واخد فورمالين. هنا كان في عينين، تخيل. لا حول ولا قوة الا بالله. وهنا كان بينزل نخاع الشوكي. طب اقلبه كده وريني تحت عامل ازاي؟ يا نهار ابيض. هنا كان في لسان. حاجة بشعة فعلا. يعني تخيل احنا ده، مش ممكن. احنا ده علينا حبة حاجات بس، علينا كاتشب. شكلنا وحش اوي. كلنا هننتهي كده في الاخر مهما كنا حلوين شبه رشدي.